وصفتنا لليوم مكبوس مودم بحريني أصلي، وخلنا نشوف الطريقة مع بعض. على النار خليت حبتين من البصل مقطعين صغار صغار بدون أي إضافات، وأخليه يتحمر. مجرد ما يتحمر قاع الجدر برشه بشوية ماي وأقلب، وأكرر هالخطوة 3 4 5 مرات لحد ما يصير عندي لون البصل غامج. بعد ما أوصل للون اللي أبيه بضيف عليه أما سمن أو زيت حسب رغبتكم، مع ملعقة طعام من مهروس الثوم والزنجبيل، ونقلب لمدة نص دقيقة. ونضيف البهارات الصحيحة اللي هي عبارة عن ليمون أسود، ورق غار، دارسين، هيل، فلفل أسود، مسمار، نجمة اليانسون، وقشر جوز الطيب. وبنقلب لحد ما تظهر ريحة البهارات. نحتاج تقريبا دقيقتين بس. بعدها نضيف الخضار اللي هي عبارة عن راسين من الثوم، حبة طماطم، كزبرة، مع الفلفل الرومي، ونقلب لحد ما تذبل الخضار بالكامل. بعدها بنضيف البهارات الناعمة، كمون وكزبرة، أبزار بحريني، كركم، دارسين، هيل، وفلفل أسود. ونرجع نقلب كل شيء مع بعض، وما ننسى إضافة الملح، ونحمس كل شيء مع بعض. بعدها بنضيف الدياي. طبعا الدياية قطعته قطعتين، لو حبيتوا 4 قطع حسب رغبتكم. بنخليها بهالشكل لمدة 5 دقايق. بعدها بقلبها على الجهة الثانية ونعطيها بعد 5 دقايق، وبعدها بنصب عليها كمية وفيرة من الماء تغطي الدياي، ونغطيها ونخليها تستوي على الآخر. في هذه الأثناء بنجهز الإيدام أو الحشو. خليت كميات بسيطة من الزيت، وفوقها حبتين من البصل قطعناهم صغار صغار، ونحمس لحد ما يتغير لون البصل. بعدها بضيف كوب من الحمص المجروش اللي سبق ان احنا نقعناه وسلقناه، وبنقلب كل شيء مع بعض. وبعدها نضيف البهارات، ليمون أسود مع كركم وملح، واختياري إضافة خليط من الليمون الأسود مع الفلفل الحار لو حبيتوا. بنقلب هالمكونات كلها مع بعض، وبعدها بضيف ربع كوب من منقوع ماي الورد والزعفران، وعندي حبة بطاطس قطعتها مكعبات صغيرة مقلية. بقلب كل شيء مع بعض، وبعدها بغطي وبتركه على جنب. رفعنا الدياي عن المرق وخليناه في طبق الفرن، وخلينا معاه خليط عبارة عن زبدة، شوية من مرق الدياي، ماي الورد والزعفران. بندهن الدياي مع الثوم وندخل الفرن يتحمر من فوق. أما المرق شلنا منه البهارات الصحيحة، فقط احتفظنا بالليمون الأسود، وشلنا منه الخضار، وضبطنا كمية الماء والملح ونخليه يغلي. بعدها بنضيف عليه 3 أكواب من الرز اللي سبق ان احنا غسلناه ونقعناه. بنغطي المرق أو الرز ونخليه لحد ما يستوي. كذي الرز صار جاهز. شوفوا معاي حبة الرز شلون نثرية. خلينا فوقه الدياي والإدام أو الحشو، ووصفتنا صارت جاهزة. علينا وعليكم بألف عافية.